ليه ما تبقاش فيه تحركات حقيقية على الأرض؟ انت لو كسبت الأربع ماتشات كسبت حاجات كبيرة قوي كنادي، كسبت حاجات كبيرة قوي. انت لازم تشتري الفلوس. عارف معنى ان انت تكسب الاربع ماتشات كلهم؟ لو لا قدر الله ما وفقتش في تفوز بالدوري، مؤكد ان انت هتطلع تاني. يعني حافظ فرصتك في دوري الابطال، البطولة اللي جايزتها بقت 6 مليون دولار. بصوا الرقم. كمان رحت على الانتر كونتيننتال، عوائدها تجيب لك حوالي 10 مليون دولار. ضمنت المشاركة في كاس العالم كمان 2-3 جايزتها كبيرة جدا تتعدى الكلام ده كله. فانتوا متخيلين ان انت هتشتري الفلوس، اشتري الدولارات دي كلها ب3-4 مليون جنيه يتبرع بيها السادة اعضاء مجلس الادارة. ما انا يعني فيهم كتير ناس ميسورة وكلكم عارفينهم. ده ناهيك عن الناس اللي بره المجلس من الاهلاويه. الله يرحمك يا حاج تيسير الهواري، والله العظيم الحاج تيسير الهواري لو موجود ما يعدي الكلام ده خالص ويشيلها على نفسه، ولا يسيب جمهور الاهلي ابدا قليل في المدرجات بالشكل ده. فانتوا يعني لازم الناس تتحرك، لازم الناس تتحرك. ده حق الاهلي وحق جمهور الاهلي بصراحه، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. لكن اللي حاصل دلوقتي الاهلي متساب لعمليات تخريب واضحه جدا، واضحه. الضرب في اللعيبه، علاقه اللعيبه بترب، اصل الترب بيحب مين وما بيحبش مين، اصل اللعيبه متذمره، وبرامج معينه واشخاص معينه وقنوات معينه وشغاله، وعروض بيع لفلان وعروض علان. وده ما بيحصلش لاي فرقه من الفرق الخمسه اللي موجوده بتنافس. ما بيحصلش الا ضد الاهلي فقط. عروض للاعب الفلان، واللاعب الفلان مطلوب من الحته العلانيه، والتاني مش عايز يجدد، والتالت الخواجه ما بيحبوش، والرابع مدير كوره جديد. ايه مناخ العمل ده؟ ايه مناخ العمل اللي كله تخريب؟ انا كمان احمل اداره النادي الاهلي المسؤوليه. ادينا شايفين الاعلى للاعلام ما بيسيبش حاجه، اي شكوى بتجيله بياخد فيها قرار. مجرد ما اترصدت كلمه للكابتن اسامه حسني اتوقف شهر، والقناه الاهلي اتغرمت 100,000. قولوا لي كام كلمه بتتقال وكم محاوله تخريب بتتعمل في حق النادي الاهلي وفي حق فرقته وفي حق جهازه وحق لاعيبته وحق استقراره ومحدش بيشتكي. لما اتكلم انا مع مسؤولين في الاعلى للاعلام يقولوا لي ما جاتلناش شكوى. طيب يعني ما كل واحد فينا يقوم بدوره. حماية الفرقة في الفترة الصعبة جدا الحرجة جدا دي مسؤولية الكل، مسؤولية النادي، مسؤولية إدارته، مسؤولية كل الجهات المسؤولة في النادي. نشر أخبار كاذبة عن الفريق دي جريمة وخرق للكود الإعلامي. استهداف الفريق واستقراره ده خرق للكود الإعلامي. نشر الشائعات والأخبار الكاذبة للإساءة للنادي وصورته وقيمته وتجدير السلم الرياضي، كل ديت جرائم خارقة للأكواد الإعلامية المتعارف عليها واللي الأعلى للإعلام بيحاسب عليها. عايزين الناس تحاسب لكم من غير ما تشتكوا؟ عايزين الناس تقف معاكم من غير ما تقفوا مع نفسيكم؟ أنا بحط كل حد قدام مسؤولياته، لأنه أنا بقول لكم الأربع ماتشات دي 4 مباريات فاصلة، تو بي اور نوت، يا تكون يا لا تكون. يا تحفظ فرصتك في الفوز بالدوري، او على الاقل لما ربنا ما يكتبها لكش يبقى على الاقل هتطلع تاني وتروح دوري الابطال بطولتك ومكانتك وقيمتك. غير كده انت ممكن ما تلحقش الكونفدراليه اللي احنا مش عجبانا ديت. السلام عليكم. بالنسبه للناس اللي نازله تقطيع في فريق النادي الاهلي من صفحات مزعومه ان هي اهلاويه ومن بعض الجماهير الاهلاويه بتنساق وراهم، عايز اقول يا جماعة ما ينفعش اللي انتوا بتعملوه. خلي بالكم، المخطط كبير والمؤامرة واضحة. النادي الاهلي مهما كان سوء مستوى فريقه، هل انت حضرتك هتتخلى عن تشجيع النادي الاهلي؟ يعني هل انت بتشجع النادي الاهلي عشان يفوز كل السنين بالبطولات؟ يعني لما فريق يقعد 10 سنين يفرحنا ويفوز ببطولات وياخد هدنة سنة يريح سنة، يا عم كل 5 سنين يريح سنة، ايه المشكلة يعني
في الكلام ده؟ هل احنا هنتخلى عن تشجيع النادي الاهلي؟ هل من المنطق ان نشارك في بعض الصفحات قليلة الادب اللي بتسوق اخبار كذب وبتقعد تتريق وعندهم كبت نفس كده وما صدقوا لقوا فرصة عشان يهاجموا النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في محاولة لكسر معنوياتهم؟ لا يا جماعة، احنا بنشجع النادي الاهلي ايا كانت النتائج، واحنا اهلاوية بغض النظر عن نتائج الفريق وايا كان مركزه في الدوري. تعالى بقى نتكلم بواقعية شوية. هل الاهلي فقد فرصته في الدوري؟ الاهلي ما فقدش فرصته في الدوري. خلي بالك، في ظل الحملة الشرسة دي والتوجه اللي جاي من جهات كتير في الاعلام الرياضي لتحطيم معنويات النادي الاهلي وتحطيم معنويات لاعبيه قبل مباراته امام الزمالك، لان الهدف كله دلوقتي مباراة بين الاهلي وبيراميدز ومباراة الاهلي والزمالك. كل الهدف ده دلوقتي ان اللعيبه ما تستعدش مستواها، ان يفضل في دايما معنويات اللعيبه تكون منخفضه. الفوز الاخير على سموحه اللي جه في البلاس 90 خلى فيه ثقه عند اللاعبين، خلى فيه فرحه، خلى فيه روح معنويه. هم بقى مش عاجبهم الكلام ده، لا احنا عايزين ايا كان المدرب احنا عايزين نشجع فريقنا لاخر لحظه، حتى لو اخد المركز الثاني في الدوري فهو برضه يعتبر مركز كويس عشان نواصل حضورنا في دوري الابطال. خلي بالك بس من نقطه مهمه، مباراه الزمالك وبيراميدز كل نتيجه هتطلع بيها هي مكسب للاهلي. هتقول لي ازاي؟ هقول لحضرتك حتى لو الزمالك فاز برضه فيها فايده للاهلي. اولا فوز بيراميدز هيقوي مركز بيراميدز، هيخطف من الزمالك المركز الاول. يعني فوز بيراميدز هيخليه يخطف من الزمالك المركز الاول، وهنا الخطوره. هقول لك ليه الخطوره. الزمالك هيكون 46، بيراميدز هيبقى 47 وهينط صداره الدوري. هيكون فرق بينه وبين الاهلي 3 نقط. خلي بالك من نقطه مهمه، بيراميدز فايز على الاهلي في الدور الاول 2-0. خلي بالك، والدوري هيتحسم بعد التساوي في النقاط. اول حاجه طبقا للائحه السنه دي المواجهات المباشره. فالمواجهه المباشره بيراميدز فايز في الدور الاولاني 2-0، فانت حضرتك هتبقى مطالب بالفوز 2-0 عشان تتساوى معاه، بعد كده نشوف فرق الاهداف. عشان كده فوز بيراميدز انا في وجهه نظري اكثر خطوره. النتيجه المثاليه للاهلي هي التعادل، لان التعادل هيفقد بيراميدز نقطتين ويفقد الزمالك نقطتين، وساعتها انت فوزك في المباراه اللي جايه على بيراميدز هتكون خرجت بيراميدز من حسابات الدوري. طب فوزك على الزمالك هيضمن ليك انت الدوري. ليه؟ حتى لو اتساويت مع الزمالك في النقاط فحضرتك احنا فايزين على الزمالك في الدور الاول، يبقى احنا محتاجين نتعادل بس في ماتش الزمالك مع الزمالك. خلي بالك من نقطه مهمه جدا، عشان كده هو بيحاولوا يكسروا معنوياتك بكل الطرق. ده من شويه قناه ازبل قناه واوسخ قناه اون زمالك المعروفه باون سبورت نازلين حمله تقطيع وعروض وبن شرقي ماشي وامام عاشور عايز يمشي وكلام كله فاضي، كله افتراء وكله كذب وهبد في هبد. من شويه اسمع مذيع على قناه اون سبورت تقريبا اسمه كريم رمزي، والله حاجه زي كده، يقول لك الاهلي يخطط التعاقد مع هيرفي رينار ومش عارف ينطق اسمه خلفا لتروب. طب انت جبت المعلومه دي منين؟ هيرفي رينار لسه مقال امبارح من تدريب منتخب السعوديه. طب انت جبت المعلومه دي منين؟ ما بيقولكش مصدره. طب مين المصدر؟ طبعا ما بيقولكش. طب هل الاهلي هيعلن ان هو بيتعاقد مع مدرب ولا هيسرب الخبر ده وهو عنده 4 مباريات مهمه؟ طب من شأن الكلام ده ايه؟ اللي بيقولوا عايز يوصل لتروب واللاعبين نقطه، يوصل لتروب ان انت كده كده ماشي، فالمدرب طبعا هيهمل اكتر واكتر، ويوصل للاعبين ان المدرب اللي معاكوا ده مش قاعد، فبالتالي ما يكونش فيه شخصيه للمدرب ولا حضور للمدرب، واللعيبه تستهين بالمدرب اكتر واكتر. هم ده اللي عايزينه. انا باكد لك ان مفيش اي كلام، لا تعاقدات مع لاعبين ولا مدربين ولا تجديد ولا الهوى في الفتره دي، لكن كلها اخبار مفبركه ومضروبه
وبتعليمات عشان يهدوا في فريق الاهلي.